السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، كنت بذاكر شوية في كتاب الفقه الشافعي عشان عندي امتحانات وكده. فيعني بيقابلني حاجات كتير جدا واحاديث كتير جدا بتأثر فيا. بس الموضوع ده خلاني اللي هو سبت المذاكرة وقمت قلت لا، انا لازم اعمل فيديو. انا عارفة كتير عن صلاة الجماعة من زمان وسامعة كتير، بس بجد في الزمن وفي الفترة اللي احنا بقينا فيها دي ببقى معدية في الشوارع كمية رجالة كتير وكمية شباب كتير. الجوامع عمالة تصلي وقاعدين على القهاوي عمالين بقى بيشربوا شيشة وبيشربوا سجاير وبيشتموا، ومش مهتمين خالص ولا كأن في صلاة بتصلى في الجامع. معرفش هل هم يعرفوا ان صلاة الجماعة دي فرض او حتى ان هي سنة مؤكدة ولا لأ. وبعيد عن ان هي فرض او سنة مؤكدة، الصلاة في حد ذاتها سواء جماعة او مش جماعة فهي فرض. فالمفروض ان احنا نقوم اساسا اول ما الصلاة تأذن، المؤذن يأذن ونقوم على طول نصلي. لا، الواحد بجد حاجة بتحرق الدم. بيبقى معدي في الشارع ويشوفهم قاعدين على القهاوي بيضحكوا وبيشربوا زي ما انا قلت والحاجات دي كلها، ومفيش صلاة، مفيش اي اهتمام. واحنا دلوقتي في بلاء عظيم من غلاء لغيره، وكل ده من انفسنا. فعلا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لو كل واحد فينا حاول يشوف ايه الاخطاء اللي عنده ويجاهد نفسه فيها ويشوف ايه العيوب اللي عنده وايه التقصير اللي عنده وحاول يعدل نفسه، ان شاء الله ربنا يصلح حالنا ويرفع عنا الغلاء والوباء وكل الحاجات اللي احنا فيها دي. فيعني دونت كذا حديث معايا في السكتش اللي انا كنت مكلماكم عنه قبل كده، وجبت معايا برضو كتاب الفقه الشافعي عشان برضو في كام حديث عايزه اقوله للناس دي، وربنا يهدينا كلنا. انا عارفه ان المشايخ كتير اتكلموا عن الموضوع ده ودعاة كتير اتكلموا عن الموضوع ده، بس انا قلت مش مهم، اطلعي يا ايه كده لعل ربنا يعني جعل قلبي كده يقول لي لا، قومي اعملي الفيديو ده دلوقتي. يمكن انتي اما ضعيفه كده على قدك، بس الفيديو اللي انتي تعمليه ده حد يسمعه فيتغير بسببه ويهتم بصلاه الجماعه، او واحده تسمعه وتخلي جوزها يسمعه ويهتم بصلاه الجماعه، فيكون ده في ميزان حسناتي وربنا يغفر لي بيه تقصيري. معانا اول حديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. يعني اللي يسمع المنادي بينادي ومفيش حاجة تمنعه ان هو ينزل يصلي في الجامع من عذر، يعني اللي هو مثلا خوف، مثلا في اعداء او اي حاجة، او مرض تعبان، لم تقبل منه الصلاة التي صلى. دي اول نقطة. فما بالكم ان انتوا تكونوا معديين كده والقهوة ما شاء الله بتشغي ناس كتير جدا، والمساجد جنب القهوة شغالة، واحد ولا اتنين بس اللي بيصلوا في الجامع. الحديث ده ما يهزش قلب كل راجل بيسمعه، وما يهزش قلب كل مرأة فينا صالحة في البيت الأذان بيأذن وهي قاعدة على المسلسلات والأفلام أو على الموبايل ما بتقومش تصلي. لازم نحاول نغير من نفسنا ونحاول ان احنا نسمع الأحاديث دي بقلوبنا قبل عقولنا ونرجع لربنا من جديد. تمام؟ فالحديث واضح جدا على وجوب صلاة الجماعة. تاني حديث معانا برضو ما رواه أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليتحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها أو فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد هممت أن آمر بحطب ليتحطب. الحطب اللي هو كانوا بيولعوا بيه زمان، إن هو يتحطب، ويآمر برجل إن هو يأذن ويقيم ويصلي بالناس الصلاة، وبعد كده يشوف الناس مين اللي ما جاتش صلت لدرجة إن هو يحرق عليهم بيوتهم. شوفوا يعني عظمة الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة صلاة الجماعة في حد ذاتها قد ايه، واحنا برضو قاعدين على القهاوي وعلى الكافيهات وفي الشارع واقفين بنشتم وبنشرب سجاير، والمؤذن بيأذن وحالا حتى بنردد الأذان، ولا حتى بنفكر نخش نصلي في الجامع إلا من رحم ربي. انت كراجل قاعد كده رجل على رجل على الكافيه او في القهوه او الى اخره، او في بيتك بتسمع ماتش كوره ولا مسلسل، ولا الحديث ده ما يخوفكش النبي صلى الله عليه وسلم يحرق عليك بيتك، ان الله سبحانه وتعالى يدمر عليك بيتك؟ لازم نرجع ونراجع نفسنا ونتوب الى الله من جديد، ونستعين بالله ونهتم بامر صلاه الجماعه. غير كده صلاه الجماعه فضلها عظيم جدا. صلى الله عليه وسلم قال:
ان صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد ب27 درجة. في رواية تانية قالت ان صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد ب25 درجة. مش اشكال، يعني في ائمة بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد ب25 درجة، ده في الاول. بعد كده نزل عليه ان هي افضل من صلاة الفرد ب27 درجة. فمش هتفرق، المهم ان هي افضل من صلاة الفرد انك تصلي لوحدك بدرجات كتير سواء 25 او 27، فاحنا في كلا الحالتين كسبانين. فلازم نستعين بالله ونهتم بامر صلاة الجماعة وما نخليش بيوت ربنا خالية. كنا في رمضان بس اللي بينزل يصلي تراويح وكده، دلوقتي والله انا بشوف عمي كان بيقول لي يا بنتي ان لما بروح اصلي صلاة الفجر في جامع من الجوامع مفيش غير انا والمؤذن، انا والمؤذن بس. قلت له ياه، فعلا يعني مشى الضيوف وجم بقى اصحاب المسجد فعلا اللي بيصلوا كام واحد اتنين، حاجة تقهر يعني، ربنا يعافينا. وبرضك صلاة الجماعة مهمة جدا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. يعني يكفي ان انت لما تيجي تموت وطالع جاي كل شوية رايح على المسجد، طبعا ربنا يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، الناس تشهد لك بالإيمان والتقى وان انت كنت إنسان بتروح المسجد دوما بيت الله وتصلي. فيعني أنتم شهداء الله في الأرض. عايزين نجدد الإيمان من جديد ونهتم بالأحاديث دي، وفي أحاديث كتير جدا جدا، بس انا والله بذاكر يعني دولت اللي شدوني اكتر وحتى انا مش مرتبه الكلام، بس قلت انا هطلع اقول الكلمتين دول كده ارميهم وامشي، لعل ربنا يجعل الفيديو ده سبب في تأثير في قلب اي حد عاصي وربنا يهدينا جميعا. طبعا اختلف العلماء ما بين الشافعيه والمالكيه والحنابلة الى اخره ان هي سنه مؤكده طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنه مؤكده دي يعني مهمه جدا جدا جدا، وفي اللي قال ان هي فرض. فالمهم سواء هي سنة مؤكدة أو فرض فالاتنين يعني أهم من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة صلى كتير لوحده علشان الصحابة كانوا مقهورين وما كانوش عارفين ان هم يصلوا جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الكفار وقريش والتعذيب اللي كانوا فيه. لكن لما هاجر من مكة الى المدينة صلى الله عليه وسلم ما سابش صلاة الجماعة لحد ما مات صلى الله عليه وسلم، ومن وقتها ان هي اتفرضت وبقى كله بيصلي جماعة. فربنا يعني هنقف يوم القيامة قدام الصحابة دولت اللي كان نفسهم يصلوا جماعة مش عارفين بسبب التعذيب والقهر اللي كانوا فيه والحصار اللي كانوا بيكونوا فيه، واحنا دلوقتي الدنيا متيسره لنا كويس قوي 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 والمساجد كتير وكل حاجة، بس احنا قاعدين ولا بنفكر في ان احنا نصلي جماعة، نقعد على الماتش لما يخلص، نقعد على المسلسل ونسيب الصلاة اخر حاجة. ربنا يا رب يغفر ليا ويغفر ليكم. وده بردك للنساء، صلوا حتى النساء في بيتكم، مش فرض ليكم ان انتوا تنزلوا في الجامع، بس حتى لو بتطبخي لو بتعملي حاجه استعيني بالله وسيبي اللي في ايديكي وصلي علشان ربنا يبارك لك في كل حاجه، سواء في اكل بتعمليه يطلع حلو، سواء في بيتك ربنا يجعله بيت دايما يعني قائم على الموده والرحمه والمحبه، ويبارك لك في ولادك وفي صحتك وفي عافيتك، وانت كرجل ربنا يبارك لك في رزقك ويوسع عليك ويغفر لنا ولكم. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.